مسك الموبايل، فتح الابليكيشن وطلب عربية عشان يروح. السواق كلمه قال له انا وصلت يا فندم، رد عليه قال له انا نازل لك حالا. ركب العربية وسلم على السواق، وزي اي حد مسك موبايله وفتح السوشيال ميديا يتسلى لحد لما يوصل بيته. بالتحديد بعد دقيقة واحدة من ما ركب العربية سمع السواق بيقول له ايه رأي حضرتك يا فندم في موضوع الثانوية العامة الجديد اللي اتبلينا بيه؟ فكر كتير قبل ما يرد عليه، لأن زي ما تقول كده كان قلبه حاسس إنه داخل على مجادلة عنيفة. وهنا كانت الكارثة لما رد عليه وقال له أهي أنظمة بنجربها وممكن نوصل في الآخر لنظام يفيد الكل ويبقى كويس، خلينا نشوف في الآخر ممكن يحصل إيه. بس بعد الرد ده هو اتأكد وعرف إنه داخل على مجادلة من نوع العنيف، وإنه بيتعامل مع شخص من نوع اللي بيجادل من أجل الجدال وبس. المهم عشان ما اطولش عليكم، فضل السواق طول الطريق بيحاول يقنع الراجل ان نظام الثانوية العامة الجديد فاشل وهيضر الطلبة كلهم، والراجل قاعد بيسمع ما بيعملش حاجة تانية خالص. لكن جه في لحظة سأله سؤال، قال له انت مؤهلك ايه؟ قال له يا فندم انا معايا ابتدائية وبقرا وبكتب كويس جدا، مع كامل احترامنا لكل الناس ايا كان مؤهله او ايا كان صفته او اي شيء. المهم ان الظروف ساعات بتضطرنا ان احنا نتعامل مع كل الانماط الموجودة في المجتمع، وبالطبع كل انسان ليه احترامه على راسنا من فوق. فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوتة سوا. يسعد صباحكم او مساكم اينما كنتم. انا رفيق عادل وانتم بتتابعوا برنامج اصل الحدوتة. الشخص المجادل هو اللي بيعشق الجدال عشان الجدال وبس، مش بهدف الوصول لأي حلول أو حتى لفهم وجهات نظر تانية. هو اللي دايما يحب يعارض حتى لو مش مقتنع بكلامه، تلاقيه يتدخل في أي موضوع يتفتح قدامه ويحول الكلام الهادي لمعركة كلامية. الشخص ده بيبقى غالبا مش بيدور على حلول أو على أي حقائق، لكنه بيحاول إنه يثبت وجوده أو يفرغ طاقة سلبية جواه. وممكن يكون بيحس بمتعة لما يشوف اللي حواليه بيفقدوا أعصابهم في المجادلة، أو لما يثبت إن رأيه مختلف عن الكل. وكمان ممكن يكون معتقد أو عنده اعتقاد إن الجدال بيخليه يظهر بمظهر الشخص المثقف حتى لو كلامه ده بدون منطق، مع ان معظم محاولاته الجدلية بتكون مدروسة ومختار الموضوع ومرتب الكلام اللي هيقوله. الشخص ده بيكون عبء ومرهق للأعصاب جدا للناس اللي حواليه، وخصوصا لو موجود في دايرة قريبة منك، في شغلك، في النادي، في أي مكان بتروحه. هو ده الشخص اللي مهما قلت له أدلة وبراهين في موضوع معين هيفضل يجادل معاك في الأدلة والبراهين مع إنها ثوابت. والتعامل معاه عادة ما بيكون مثير للصراعات والمشاكل والتوتر اللي احنا في غنى عنها. طب ازاي نتعامل مع الشخص المجادل او المجادل العنيف؟ لو اضطرتك الظروف وقعدت في مكان او في مجتمع فيه شخص من الاشخاص دي، ممكن تبتدي تتعامل معاه بطريقة مختلفة. من الافضل في بعض الاحيان انك تتجنب الجدال معاه وتحاول تقفل الموضوع بشكل دبلوماسي، لان في النهاية الجدال مع الشخص المجادل ده مش هيوصلك لأي نتيجة غير ضياع وقتك وطاقتك، واحنا مش مستحملين بصراحة يعني. أول خطوة تعملها في التعامل مع الشخص المجادل إنك تحاول تخرج من دايرة الجدال، تسحب نفسك من دايرة الجدال. يعني مثلا لو لقيته بيتكلم في موضوع مش واضح أو ملوش أهمية، وبدل ما تدخل معاه في نقاش طويل ملوش فايدة، ممكن تختم أو ترد عليه بكلمة ممكن أنت تكون صح، وتكمل كلامك معاه من غير ما تديله فرصة إنه يسحبك للجدال مرة تانية. كده أنت بتفوت عليه الفرصة إنه يستنزف طاقتك، وبتحاول بقدر الإمكان إنك تحافظ على هدوءك. تاني خطوة وهي الأهم، إنك تحاول تركز على النقط المشتركة بينكم وابعد تماما عن نقط الخلاف، بإنك تبتدي تلفت نظره لنقطة معينة انتم متفقين عليها، وتبدأ من اللحظة دي تبني النقاش والحوار ما بينكم حوالين النقطة دي. كده انت بتقفل عليه باب الجدال تماما. النقطة الثالثة انك لازم تكون واخد بالك من مشاعرك ومن أعصابك. ولو لقيت الشخص اللي قدامك ده بيبتدي يضغط عليك، ساعتها لازم تاخد نفس عميق وتطلع بره الدايرة وتبتدي تفكر قبل ما ترد. والهدف هنا مش انك تكسب الجدال، الهدف هنا انك بتحاول تهدي اعصابك وتهدي نفسك للي جاي، وتجنب نفسك انك تتعرض للتوتر الزيادة. في النهاية لو حتمت الظروف عليك انك تبقى صديق او ده يبقى صديقك الشخص المجادل، وفي كل قعدة وفي كل خروجة بيكرر نفس الافعال ونفس الكلام بنفس الطريقة، وحسيت انك مش قادر تتعامل مع الشخصية دي، فالافضل في المرحلة دي انك تبتدي تقلل الاحتكاك او المقابلة مع الشخص ده عشان اعصابك ومشاعرك، وعشان تعرف تكمل تعيش من غير توتر.
الأشخاص المجادلين ممكن يكونوا تحدي كبير في حياة كل واحد فينا. أكيد كل واحد مننا في حياته هيلاقي الشخص المجادل. المهم إن احنا نعرف نتعامل معاه ازاي عشان ما نضغطش على أعصابنا ومشاعرنا وما نتوترش. ولو لسه ما عملتش لايك شير وسبسكرايب للقناة، أهلا بيك في أي وقت. يا رب أكون قدرت أفيدكم النهاردة في الحلقة. كنت معاكم رفيق عادل في أصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. أشوفكم على خير.